السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل على الحلوين. أم جميلة بعتلي تاخد رأيي في موضوع مهم جدا، وهو أدخل ابني مدرسة خاص ولا لغات، وعايزة رأيي في جزء هي هتختار أنهي مدرسة لأولادها. تمام؟ ولأن حسيت إن الموضوع جدا مهم واحنا ما اتكلمناش فيه قبل كده، فقلت أعمله لكم في فيديو وإن شاء الله نستفيد بيه جميعا. اختيار المدرسة ده امر شويه فردي، يعني محتاج ان انت وجوزك تقعدوا ونفتح كل الملفات لغايه ما نختار. تمام؟ خلينا بس نتفق على شويه مبادئ. احنا عايشين في مصر، ومصر دوله ناميه، تعداد سكانها كتير، وادائها الاقتصادي وحش، فالتعليم فيها سيء. تمام؟ دي حقيقه، لا هي سياسه ولا هي امر معتم، ولا دي حقيقه. فاذا التعليم في مصر عموما سيء. طيب يعني ايه؟ يعني بلاش تحرق دمك قوي على اسم المدرسه او تصنيفها، لانه حقيقي هو كله محصل بعضه، وكلها تصنيفات داخليه غير معترف بها عالميا. يعني عالميا باستثناء الانترناشونال والاي جي وكده، هو الكلام الداخلي في مصر ده هم لا بيفهموه ولا بيعرفوه ولا ليه قيمه اصلا. يعني ما خاص بقى ولا لغات، ولا ما هي ما فرقتش في حته اصلا. تمام؟ طيب ادي حاجه. الحاجه الثانيه دلوقتي، انا لو انت مش الفئه اللي بتدخل ولادها المدارس اللي هي ب 150 او 200 الف جنيه مصري، اللي هي المدارس الانترناشونال بانواعها، لو انت الفئه دي، انت خلاص تعليمي غير مصري، فانت بتشتغلي على سيستم المدارس اللي انت تابعه له، سواء بقى بامريكان او بريطاني او ايا كان بقى النظام اللي انت شغاله عليه، فانت كده مش تعليم مصري اصلا. تمام؟ طيب لا، انا مش الفئه دي، انا عايزه حاجه اقل ماديا. فالاقل ماديا بيبدا بقى اللي هي ايه؟ مدارس الناشونال واللغات والخاص والمدارس الحكومي بدرجاتها. تمام؟ فالمدارس الحكومي برضو لو بدأناها من تحت هتلاقي عندك الحكومي العادي، بعد كده تجريبي متميز، بعد كده المدارس الحكومي القومية واليابانية ومش عارف ايه، كلها اعلى شوية في الفئة السعرية، عشان برضو نتفق هي في فئة سعرية بس. تمام؟ وبعد كده نبدأ بقى خاص، عربي، لغات، ناشونال، وهكذا. تمام؟ فدي تصنيفات الاختيارات المدارس في مصر. لو انا شخص هدفع مثلا 50,000 جنيه لطفل، وانا عندي طفلين 3، هحسب كده الاقي نفسي بدفع 150 ولا 200,000 في مدارس ناشونال. تمام؟ لو انت هتدفع الرقم ده وانت مرتاح او على الاقل وسطي، اللي هو عادي هتودي عيالك لنادي ويلعبوا رياضه او رياضتين، وتوديهم كورسات نفسهم فيها ويمارسوا هوايه او هوايتين على مستوى كل طفل من عيالك. تمام؟ لو وتعيشوا وتخرجوا وتتفسحوا اللي هو في العادي، مره في الاسبوع، مرتين في الشهر، مره في الشهر، اللي هو المتوسط العادي. لو انت شخص بتعمل كده وهتعرف تعمل كده فتمام، ده قد يكون اختيار. لا انا مش هعمل كده، وده انا شفته بعيني، اللي هو ناس كل حياتها بتلف حوالين انهم يدفعوا قسط المدرسه، فبداخلين جمعيات وبيحوشوا وبياكلوا على القد وما بيعملوش اي حاجه خالص، ما عندهمش رفاهيه لاي حاجه خالص، لا في نادي ولا في رياضه ولا في كورس ولا في حتى خروجه الا كل فترات بعيده جدا، علشان احنا ناس عليها قسط مدرسه، فبيدفعوا قسط المدرسه بكل ما يملكوا من الحياه. فبينتج عنهم ان هم طول السنه مضغوطين نفسيا، طول السنه اعصابهم مشدوده، طول السنه بياكلوا على القد وبيخرجوا على القد وبيتحركوا على القد، ومفيش اي مجال للحاجات التانيه. ده صح تربويا؟ ده عك تربوي، ده ابعد ما يكون عن الصح، وده موضوع خطر جدا. مفيش اهم من نفسيه ولادنا، مفيش اهم من ولادي يناموا وياكلوا كويس ويلعبوا رياضه ويمارسوا هواياتهم ويلاقوا ام واب قادرين يضحكوا ويهزروا ويعيشوا. لو مش قادره تعمل، لو انت اب وام مش قادرين تعملوا كده، يبقى اختيار المدرسه اللي خلتك تعمل كده في حياتك وفي نفسك وفي بيتك هو اختيار خاطئ بدون تفكير. تمام؟ طيب احنا كده خلصنا التعليم الغير مصري. بعد كده التعليم المصري بشرط بعد ما اتفقنا على ارضيه التعليم، شرط الايه؟ الاريحيه الماديه، اللي انت تبقى وسطي عادي. تمام؟ طيب انا تمام هدفع المبلغ ده وهنعرف نخرج وهيروحوا نوادي وعادي، انا هعرف اعمل كده. ايه تاني ممكن افكر فيه؟ الوسط الاجتماعي. تمام؟ فشويه الفلوس كانت زمان ليها علاقه اقوى من كده بالوسط الاجتماعي، لكن دلوقتي ما بقاش شرط.
يعني ممكن جدا تكون حضرتك دكتور في الجامعة، مع احترامي لدكاترة الجامعة، وشخص تاني جزار، مع احترامي لمهنة الجزار، شخص يعني غير متعلم او كده، ويدخل ابنه مدرسة غالية جدا، وانت تكون بتدفع قصاد المدرسة دي بالعافية، ويكون مفروض ان هو في نفس الوسط. تمام. في مدارس ما بتعملش كده، في مدارس بتعمل كده، في مدارس بتعتبرها عنصرية، وفي اهالي بيعتبروها عنصرية، ايا كان. انا دلوقتي ما بتكلمش في الوضع المادي، انا بقول ان الوضع المادي ليس بالضرورة هو يعبر عن وضع اجتماعي، لكن عادة الوضع المادي الافضل شوية اللي تقدر عليه علشان تحاول تعمل بيئة شوية سوية حوالين ابنك. يعني مثلا بدل ما ابنك في مدرسة حكومي الفصل حرفيا فيه 100 طفل، مش بنهزر، فيبقى في مدرسة تجريبي الفصل فيه 80. تجريبي متميز هتلاقي الفصل فيه 60. قومي او ياباني او كده الفصل برضو في 60 او 50 او 40 حاجه و40، ما اعتقدش نزلوا عن ال50 برضو. هتلاقي برضو بيلعب في الارقام دي والعيال بتغيب، فيعني بيفضل حاضر في الفصل 30 40 طفل. تمام. فلو انت بتعمل كده فبتختار شويه ان الفئه اللي حوالين ولادك اجتماعيا تبقى قريبه منك. تمام. طيب هي الفئه الاجتماعيه دي معطلانه قوي يعني الحقيقه، وفي الحالتين. في الحاله الاولى لو انت زنقت نفسك جامد ودخلت عيالك مدارس انترناشونال او مدارس غاليه عليك، وانت اضطريت تدوس قوي علشان تقدر تدفع. القضيه مش بس ان انت تكفي عيالك في النقاط اللي اتفقنا عليها، اللي هي الاكل والنفسيه والرياضه والخروج وهكذا، لا القضيه كمان المجاراه الاجتماعيه. تمام. وبرده دي نماذج شفتها، يعني يدخل ابنه يكون هو ساكن في مكان شعبي عادي زي فيصل، انا من فيصل فاكيد مش بغلط في البلد يعني، فانا قصدي يعني مكان شعبي عادي، ويكون مودي عياله في مدارس انترناشونال عاليه جدا عشان انا عايزه استثمر في عيالي، فينتج عنه ان في فجوه اجتماعيه كبيره ما بين عياله وعيال الناس التانيين. لا انا هعلم عيالي ما يبصوش لحد، انت بتحط عيالك اطفال عيال عندهم 4 و5 سنين في ضغط نفسي وعصبي جبار مهول، مش قادرين يجاروا نفس المتوسط ولا حتى قريبين منه، مش قادرين يجاروا البراندات والخروجات ومستوى المصروف ومستوى العربيات اللي بيوديهم. لو في فجوه كبيره قوي كده انت بتعمل في عيالك كده ليه؟ يعني معقول انا اعلمهم وابهدلهم نفسيا؟ يعني هل ده كلام منطقي يعني؟ فبرضو احترام ان الطبقه تكون وسطيه، ابقى يعني شبههم نوعا ما، مش بقول ان انت تبقى زيهم 100%، ربي عيالك على قيمك وعلى دينك صح، لكن يعني تبقى قريب من الفئه، ما يبقاش في فجوه اجتماعيه كبيره تخلي العيال طول الوقت تحت ضغط، وطول الوقت زعلانين، وطول الوقت خايفين من زمايلهم، وطول الوقت بيواجهوا التنمر او يعني بيتاذوا نفسيا بالشكل ده. نقطه كمان، البعد الديني للمدرسه. مدارس كتير بتهمل البعد الديني او بتعكسه، يبقى مثلا طفل مسلم وفي مدارس راهبات، او طفل مسيحي في مدرسه مش بيامنوا بالدين يعني، لا بيدوا تربيه اسلاميه ولا بيدوا تربيه مسيحيه، فينتج عنه ان العيال بتكبر يطلع بعد كده شويه عيال مسخ كده، لا هم عندهم هويه ولا عندهم شخصيه ولا عندهم ولا تعرف لهم هم ايه دول. يعني ما عمريش قابلتني مشكله ان انا اتعامل مع مسيحيين متدينين خالص، انا دايما المشاكل بتيجي مع اللي هي ما لهمش حاجه خالص كده، اصل احنا مسيحيين بنتكلم ايه بارضيه دينيه متقاربه، يعني احنا الاثنين ايه هتلاقي المصطلحات، الكلام، الشكر، الحمد، اللجوء لله، نفس الاداء، لكن تلاقي واحد كده مسخ بلا دين بلا هويه بلا دماء، يعني الموضوع بيبقى كارثي. فانت يا من الاول تختار اختيار يناسب البعد الديني بتاعك، يا تاخد بالك انك تعمل تعويض يوازي الكلام ده. يعني ايه؟ انا هودي ابني مدارس راهبات تمام، لكن هخليه هعمل بالتوازي مع ده انه يروح مسجد، او انه يجيله شيخ بانتظام، او انه مش عارف ايه، فانا هدوس جامد في تعليم الديانه الاسلاميه. تمام. فانت موازن وعامل البالانس المطلوب. عامله. طب خلاص اوكي تمام. يبقى احنا اتفقنا على البعد المادي والبعد الاجتماعي والبعد الديني. هنرجع بقى للسؤال، اختار بقى خاص ولا لغات ولا ايه؟ معرفش حقيقي، معرفش. قرر. احسب حساباتك وخد بالك من اولوياتك. مدرسه بعيده ينتج عنها ان العيال بتصحى 4 الفجر و4 ونص الفجر و5 الفجر ويفضلوا لغايه الساعه 11 و12 بالليل بيعملوا هوم ورك وكويزات وبتاع، ده جريمه تربويه، لان الترتيب هو الاول ابني
صحه ابني، نوم ابني، نفسيه ابني، جسد ابني، وبعد كده بنزل تعليم ابني، دماغ ابني، وهكذا. فما ينفعش اكون انا بدمر ابني على مستوى سنوات طفولته عشان الواد بينام ما بيكملش 5 6 ساعات نوم، وهو في سن المفروض ينام بال10 ولا 12 ولا 14 ساعه. تمام، يبقى كده الاختيار ده بقى مرفوض. طيب الباص، المدرسه بعيده فالباص بيلف بالولد 3 ساعات الصبح، اختيار مرفوض، مرهق ومؤذي بدنيا وجسديا واجتماعيا لطفل صغير عنده 4 5 6 7 10 سنين، اختيار مش مناسب. طيب المدرسة دي مثلا جنب بيتي او قريبة ومناسبة وانا قادر اتعامل مع المناهج ومقتنع بيها وفاهمهم، وهو زي ما بنقول بالبلدي كده احسن الوحشين، وتوفر فيها الشروط التانية المادية والاجتماعية والنفسية والدينية وكل حاجة. اختار ايه بقى؟ مش فارقة، كلنا واحد في الاخر، هتلاقي الموضوع محصل بعضه حرفيا. يعني اختار اللي يعمل لك الرفاهية دي، اللي يخليك رايق وعارف تتعامل مع ولادك بمتعة الاستمتاع بالوالدية، انك تكون اب وانك تكوني ام، تبقوا مبسوطين بده، تبقوا عارفين تمارسوا انبساطكم بالوالدية دي. بس ما فرقتش بقى، كله محصل بعضه، احنا اتفقنا ان كلنا تحت كده احنا كلنا محصل بعض، في الاخر شهادات واحدة. تمام. اتفق ان انا ممكن اركز في اللغه، يهمني العامل ده، يهمني ان العيال يبقى وسطها الاجتماعي افضل شويه، بيعرفوا يتكلموا احسن شويه، ليهم اتيتيود معين في الكلام وده انسب لبيئتي، يبقى انسب لبيئتك، يبقى خلاص بقن. تمام. ما تزعلش قوي على قضيه التعليم، العالم كله ادرك ان الموضوع ما بقاش زي زمان، العالم ما بقاش بتاع شهادات، العالم بقى بتاع مهارات، بقى ابنك بيعرف يعمل ايه، ما بقاش بتاع سن. فالعالم بقى ان العيال بتتعلم برمجه وبتتعلم لغات حاسب، وبتتعلم حاجات تقيله جدا في الذكاء الاصطناعي وغيره من عمر 10 و11 و12 سنه، وبيتقنوه عمر 15 و16 و17 سنه وخلاص وبيرتزقوا منه. فالدنيا بقت شويه مختلفه، محتاجه مننا كاهالي نبقى على نفس الدرجه دي من الاريحيه والتفاهم. اتمنى يكون الفيديو فاتكم، وشكرا لكم، وما تنسوش تقولوا لي رايكم في التعليقات، وتعملوا سبسكرايب لقناه اليوتيوب ولايك لصفحه الفيسبوك بتاعتنا. شكرا لكم، ماجدة عمر، احنا بتوع تربيه.